بيبدأ فيلمنا بدان وعيلته، وكانوا مسافرين انجلترا على سفينة، لكن السفينة ولعت، كان لازم يهربوا منها بسرعة وما كانش في حد جنبهم، فقرروا يقعدوا في الغابة لحد ما يجي حد وينقذهم. ودان ومراته عملوا بيت فوق الشجرة علشان يعيشوا فيها. وبنروح لكشاك زعيم الغوريلات، ودي مراته آلة، وكانوا لسه مخلفين، لكن النمر جرى ورا ابنهم وهجم عليه وموته. وجه كشاك وقال لها انه ما عرفش ينقذه. ومرت الايام وآلة كانت حزينة على ابنها اللي مات. وفي يوم آلة سمع صوت طفل بيعيط، فراحت تدور عليه وفعلا وصلت له، وكان جاي من البيت اللي فوق الشجرة بتاع دان ومراته. فآلة راحت عشان تشوف الطفل، بس لقيت النمر قتل دان ومراته. واول لما شالت الطفل افتكرت ابنها الصغير، بس النمر هجم عليها وحاول النمر انه يموت الطفل، بس كده دفعت عنه وهربت من المكان. كده خدت الطفل ورجعت للقبيله وقالت لهم انها تبقى امه، بس كشاك قال لها ان الطفل ده مش هيعوضها عن ابنها اللي مات. وآلة سمته طرزان. ومرت الايام وطرزان كبر وسط الغوريلات وبيتعلم منهم كل حاجه، وكل الحيوانات في الغابه كانت بتحبه. وكشاك كان بيراقبه من بعيد وكان خايف لما يكبر يبقى خطر عليهم. مرت السنين وطرزان بقى شاب قوي وبيستخدم عقله في مساعده الحيوانات، وكل قبيله الغوريلات كانوا معتبرينه زيهم بالظبط. وفي يوم كشاك وكل القبيله كانوا بيتمشوا في الغابه، ظهر لهم نمر، وطبعا كشاك بدأ يتخانق معاه، بس النمر كان اقوى منه وضربه وكان خلاص هيموته، بس طرزان ضربه والمعركه بقت مع النمر وطرزان والنمر وقعوا في حفره. كل الغوريلات خافوا ان النمر يموت طرزان، بس طرزان طلع من الحفره وكان شايل النمر على كتفه بعد ما موته. وطرزان خد النمر قدام كشاك، ولكن سمعوا صوت ضرب نار جاي من بعيد، فكشاك اخدهم كلهم ومشى. بس طرزان راح عشان يشوف ايه اللي بيحصل، ولقى البروفيسور وبنته جين في الغابه بيعملوا ابحاث عن الغوريلات، بس للاسف كان معاهم الضابط كلينتون، وده كان جاي بهدف انه يمسك الغوريلات. وجين في الوقت ده كانت بتلعب مع قرد صغير ورسمته، فالقرد خد رسمه منها وهرب. ولما جين وصلت له وخدت منه الرسمه، القرد الصغير فضل يعيط وعيلته كلها هجمت عليها وبدات تجري وراها، بس طرزان ظهر وشال جين وبدا يهرب بيها من القرود. وفعلا طرزان هربها من القرود، وكان متفاجئ عشان اول مره يشوف انسان غيره، وعرف بكده انه انسان زيها. وجين فضلت تكلمه، بس اكتشفت انه ما بيعرفش يتكلم، ففضلت تحاول تعلمه ازاي يتكلم، وبعدها طلبت منه انه يرجعها المعسكر تاني. وفعلا طرزان رجعها للمعسكر وهرب علشان سمع صوت البروفيسور وكلينتون جايين. وبعدها جين بدات تحكي لهم عن طرزان وعن انه بيمشي زي الغوريلات، ورسمت لهم على السبوره، بس كلينتون والبروفيسور ما صدقوش كلامها وقالوا ان دي تخاريف، لحد ما فعلا طرزان ظهر لهم وكانوا متفاجئين ان في انسان بيعمل كده. بس كلينتون كان هدفه انه يوصل للغوريلات عشان يصطادهم، وفضلوا يسالوا طرزان عن مكان الغوريلات، بس طرزان رفض انه يقول لهم عن اي حاجه. ولما طرزان رجع لقطاع الغوريلات، كشاك قال له انه ما يعرفهمش على مكاننا، عشان لو عرفوا المكان هيبقى في خطر كبير على الغوريلات، واجازه جين والبروفيسور كانت خلصت وكان لازم يمشوا من الغابه ويرجعوا انجلترا. وفعلا بداوا يلموا كل حاجاتهم عشان يجهزوا للسفر. وطرزان كان زعلان جدا عشان جين هتمشي، وجين حاولت تقنعه انه يروح معاهم، بس طرزان قال له انه ما يقدرش يسيب المكان. وكلينتون جات له فكره عشان يعرف مكان الغوريلات، وراح قال لطرزان لو عرفتنا مكان الغوريلات اكيد جين هتقعد معاك. فطرزان وافق وراح بسرعه اتفق مع الفيل طاطا والغوريلا صاحبته توكا، وقال لهم يحاولوا يبعدوا كشاك عن القبيله عشان يعرف يجيب جين تتفرج على الغوريلات. وفعلا الخطه بدات، وطاطا وتوكا فرقوا كشاك عن القبيله وبدا يجري وراهم. ومن ناحيه تانية طرزان خد جين والبروفيسور وكلينتون ووراهم مكان الغوريلات، وطبعا كلهم كانوا مبهورين علشان اخيرا وصلوا لمكان الغوريلات. وجين بدات تلعب معاهم، وكلينتون كان بيفكر ازاي يمسكهم، بس كشاك وصل، واول ما شاف البندقيه في ايد كلينتون هجم عليه. فطرزان مسك كشاك وقال لهم يهربوا بسرعه. وتاني يوم كالا خدت طرزان وودته البيت بتاع باباه وعرفته كل حاجه عن اهله. وطرزان لبس البدله وسلم على كالا وقرر انه يسافر مع جين انجلترا. وفعلا تاني يوم وصلوا للشط واتحركوا كلهم على السفينه، بس اول ما طلعوا السفينه كلينتون حبسهم كلهم، وبكده هو عارف مكان الغوريلات وهيرجع يصطادهم تاني. فطرزان بدا ينادي بصوت عالي، واللي بيسمعوا طاطا وتوكا، وقرروا انهم يروحوا السفينه. واتحرك كلينتون هو ورجالته والفيل والغوريلا وصلوا السفينه وضربوا كل الحراس اللي كانوا موجودين. طلعوا طرزان وجين والبروفيسور من السجن، وطرزان جرى عشان يلحق الغوريلات من كلينتون. وكلينتون وصل للغوريلات وبدا يحبسهم ويصطاد فيهم، وكشاك حاول يدافع عن القبيله بس هم كتفوه وربطوه. وطرزان وصل وبدا يضرب في الصيادين ويفك الغوريلات، وجين والبروفيسور برضه كانوا بيساعدوه، بس للاسف كلينتون ضرب كشاك بالنار. وبعدها بدا طرزان يضرب في كلينتون، وانتهت المعركه ان كلينتون اتعلق في الشجره ووقع ومات. وبكده طرزان خلص من كلينتون وكل عصابته، بس للاسف كشاك اتصاب ونادى على طرزان وقال لي خلوا باله من القبيله، وقال له انت دلوقتي زعيم القبيله مكاني. وللاسف كشاك مات، وبكده طرزان بقى زعيم القبيله. وجاي يوم سفر جين والبروفيسور لانجلترا، وطرزان ودعهم. وهم في المركبه البروفيسور قال لجين انت لازم ترجعي وتعيشي في الغابه مع طرزان. فعلا جين سمعت كلامه ورجعت تاني لطرزان، والبروفيسور برضه قرر يرجع ويعيش معاهم، وعاشوا كلهم في الغابه مع الغوريلات. وبيخلص فيلمنا هنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في قناتنا على اليوتيوب. سلام.